دلوقتي انا معايا رخصة قيادة خاصة، رخصة سارية. طلعت بطاقة خدمات المتكاملة، قدمت على العربية، بس كشف المجالس الطبية طلع ايه؟ لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج لشخص اخر. فايه الحل عشان ارخص العربية واحتفظ بالرخصة بتاعتي؟ فبنقول لما بتروح المرور وبيضرب الرقم القومي بيلاقي ان عند حضرتك رخصة قيادة، وبالتالي ده يتنافى مع كشف المجالس الطبية المتخصصة اللي بيقول ان حضرتك لا يمكنه القيادة بنفسه. المرور هيطالبك حاجة من الاتنين: يا ترجع المجالس الطبية المتخصصة تغير نتيجة الكشف الطبي لتصبح يمكنه القيادة بنفسه باستخدام تجهيزة طبية، أو تسلم الرخصة الخاصة للمرور، لأن المجالس فصلت أو حزمت الأمر إن حضرتك ما تقدرش أو ما تعرفش بنفسك، لازم شخص تاني. يبقى هتتظلم من قرار المجالس الطبية المتخصصة عشان تغير النتيجة، او هتسلم الرخصة الخاصة للمرور علشان تقدر ترخص العربية بالمرافق وفقا لقرار المجالس الطبية المتخصصة. المرور مش طرف، الطرف الاصلي او اللي وقف لك الدنيا قرار المجالس الطبية المتخصصة. تمام؟